عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم زادة في حلقة جديدة من تحضيرات رمضان. الحق متاع ربي شغل هني ساعة. أول حاجة حطيت جعد ما نحكي لكمش وملقينيش خبز، وليت عجنتها كي عجينة باش نعمل طرف خبيزة، خليتها تيب لي دو كوتي. وانتخ طون هاني بديت نحضر لهنا نشيح في الثوم. صحيح ما ديجا الفيديو عندي في القناة تلقاوه طريقة بالضبط كيفاش يعني نعملوا الثوم بودر والبصل بودر. انا استغليت الحق هذيا، قلت علاش ليه انا ما نجربهاش، وهي طريقه الحق متاع ربي اقترحتها عليا امي ربي فضلها، كانت من قبل تعمل الحاجه هذيا. تاخذك السميد اللي احنا نستعملون طيبوا به الزدر، فهمتوني؟ طيب به الزدر هو بيدو او اونتر طون هي كيما نقولوا نحنا تفوحوا، وفي نفس الوقت تعمل فيه تشيح فيه الثوم وتشيح فيه البصل. هكا تلقاو كيما قلت لكم الفيديو على الواحد، وتو نزيد انا نحط لكم في الديسكريبسيون نحط لكم اللين نتاع الفيديو محطوطه زاده في تحضيرات رمضان، كنت خدمتها زاده من قبل. لهنا هاني نشيح في طرف الثوم باش نعملها بودر، باش نشيح زاده البصل نتاعنا بنفس الطريقه. لهنا نشوفوا سي ديجا معناها الثوم نتاعنا سي بون. تويكا باش نطيبوا فيه السميد هذايا، احنا نطيبوا به الزدريجي مفوح بنين، صدقوني بنا اخرى. لهنا مادام بردنا شويه الثوم والبصل باش يرتاحوا شويه باش نجموا نرحيوهم، هنا باش نوريكم اسهل واسرع طريقه تنفخ فيها الحمص نتاعك ويبقى لك على تيلة شهر وشهرين، يبقى لك التري وفي ساعه اول حاجه تاخذ الماء نتاعنا كيما تراو فيه كيف هكا مازال فوق الغاز يغلي بالطريقه هذيا. وتوا باش نحط هكا كمية الحمص نتاعي فوق الماء، والماء مازال فوق الغاز، معناها من غير ما كيما نقولوا نحنا نطفي الغاز. في نفس الوقت عندي شوية متاع خميرة متاع جاتو، خميرة باتيسير كيما ريتوها باش نحطها. ولهنا طويكا باش نطفي الغاز نتاعي. لهنا يبقى في نفس الماء هذاك نحركوه بالكدا، ويبقى لنا في نفس الماء هذاك لمده 24 ساعه، تنفخوا ليله كامله. وهذه من بعد تصفيه وتفرغوا وتخبي الحميصات نتاعك. وتوا باش نبداو في اللفاحات نتاعنا. بيان سور الثوم برحيناه، البصل كيف كيف، وتوا حضرنا لفاحات نتاعنا. انا لهنا كنت خذيت باش نعمل تويكا لفاح نتاع الدجاج، باش نعمل لفاح نتاع الحوت، باش نعمل لفاح نتاع الخبز، وباش نعمل زاده الشابلور سبيسيال، معناها الشابلور زاده هو يكون مفوح. واول حاجه ساعه باش نبداو بها باش نكونوا يعني مع بعضنا، باش نخدم معاكم معناها ونسمي لكم المكونات نتاعنا يعني بالضبط. الساعه اول حاجه ساعه باش نبدا بها اللي هو المكون الاساسي التابل التونسي، اللي هو هذا التابل انا كنت بارتاجيته معاكم في فيديو. هذايا التابل متاعنا في جميع لفاحات، معناها اللي يحب على الوصفه متاع التابل يلقاها على قناتي بيان سور في لي فيديو يلقاها، ولا يبعث لي كومنتير نبعث له اللين متاع الفيديو. هنا باش ناخذ كميه متاع التابل بيان سور حسب كل واحد وشنو هو اللي معناها الكميه اللي يعرف روحه يستعملها. وهذه اول حاجه اللي باش نستعملوها هو فاح الدجاج. انا لهنا خذيت هذوما زوز مغارف، 3 مغارف تاع تابل، وهذه المغرفه الرابعه فاح الدجاج. الحق زدت مغرفه اخرى خاطر انا نستهلك لفاحه في هذه تستحقوا كل سوا، يعني انت باش تطيب به والا باش تعمل به سكالوب ولا باش تعمل به دجاجه محشيه،
اي حاجه فيها الدجاج. ونفس الفاح زاد كيف كيف تستحقوا للداند، راهو كيف كيف ما فماش ديفيرينسا معناها نقولوا نحنا كبيره. حطيت هذه انا باش نعطيكم المقادير اللي انا خدمتها، واللي يحب يزيد باش ما تجيكش يعني مره ولا فيها حاجه، واللي يحب يزيد بالمقادير يضاعف المقادير كما يحبها. لهنا انا خديت 5 مغارف بالمغارفه هذه متاع الماكله، تابل وكروية التونسي مفوح من جميع ماء، فيه كل شيء، فيه جوزة الطيب، فيه اليانسون، فيه كل شيء كل شيء كل شيء. هنا عندي فلفل أكحل مرحي، باش ناخذ هذه مغارفة، وهذوما زوز مغارف فلفل أكحل. هنا عندي الزنجبيل، زنجبيل مرحي، عن مغارفة زوز مغارف زنجبيل مرحي. بليتو باش نزيد مغارفة أخرى نحب خاطر مطعم الزنجبيل. لهنا عملت 3 مغارف زنجبيل. كما قلنا عنا التابل فلفل أكحل زنجبيل، عندي لهنا الفلفل الأحمر ولا البابريكا باش نعمل مغارفة 2. أنا عملته فلفل حار، وليكم انتوما الاختيار كل واحد وشنو اللي يحب يعمل. لهنا حطيت الفلفل تويكا باش نحط عندي الكروية مرحية، باش نعمل مغرفة كبيرة كروية، مغرفة برك كروية. باش ناخذ الكركم لهنا باش نحط مغرفة 2 3 باش نعمل قد التابل بلوتو أقل بمغرفة، و4 مغارف كركم. لهنا باش ناخذ هذا البصل باش تقولوا لي علاش لونه هك. البصل علاش انا نطيبه بالكدا بالكدا، على خاطر بالوقت يلصق لبعضه، كي يبدا ناقص طياب راهو بعديك في ساعه يلصق لبعضه يولي لك قالب واحد. اذا كان طيبه انت في العقل راه ماهوش محروق، طيب كيما وريتكم الطريقه، طيب كيف هكاكا ترحيه تخليه يطيب بالباهي بالباهي. وان بليس انا استعملت راهو البصل الاحمر مش البصل الابيض، على ذاك زاده يجي لونه اغمق شوي. هنا باش ناخذ مغرفه 2 زوز مغارف بصل بودر، وباش ناخذ مغرفة ثوم بودر، هذايا ثوم متاعنا ثوم بودر. طاويكا باش ناخذ مغرفة 2 3 زعتر مرحي، وباش نكمل زادة ب3 مغارف إكليل مرحي. باش ناخذ تشيشة نعناع كيما تراو فيه هكا، يكون شايح واخضر، ونحطو بالطريقة هذي. وباش ناخذ الملح، باش ناخذ مغرفة ملح. هذايا طويكة اللفاح متاعنا اللي استعملناه للدجاج متاعنا، هذايا فاح الدجاج متاعنا. نخلطوه بالباهي كله مع بعضه كما تراو فيه. ما شاء الله على الريح، ما شاء الله ما شاء الله. هذايا التابل سامحوني، الفاح متاع الدجاج متاعنا. بيان سور فما حاجه انا ما قلتها لكمش، اللي هي البصل اللي راني حطيت فيه الرند، خاطر الرند ما حبش يترحالي بالماكينه وحده، الرند وراق راني رحيته مع البصل، حطيته مع البصل باش ترحالي معناها. لهنا حتى لهوني راهو عنا الرند وراق. بالنسبه لجوز الطيب وبقيت الفحات راني حاطتهم مع التابل، خاطر كان باش نكثروا منهم راه يعطينا المطعم بالمره. ديجا فما شكون معناتها جربته معناها حطت فيه بزاف معناها كيما نقولوا نحنا جوز الطيب مع اللي هو معناها بكميه وافره مع اللي في التابل نتاعنا، هي زاده تونسيه وجاها مر افكتيفمون رصت لها معناتها تعاود فيه. هذا الفاح نتاعنا شوفوا ما شاء الله، الفاح نتاعنا كامل. وطويكا باش نتعداو للفاح متاع الحوت.
باهي. توا باش نخدمو الفاح متاع الحوت كيما العاده. الباز متاعنا هو التابل والكروي، لكن المره دي باش ناخذو اقل معناها كميه. هنا عندنا مغرفه واثنين كيما ريتوها، 3 مغارف تابل. باش ناخذ لهنا عندي كمون مغرفه، 2 ديجا يجيو 3 مغارف كمون. باش ناخذ زاده مغرفه فلفل اكحل. لهنا عندي باش ناخذو الثوم مرح، عندي الزنجبيل باش ناخذ مغرفه تكون معبيه زنجبيل، عندي مغرفه فلفل اكحل بابريكا. خاطر نقول علاش، خاطر فما برشا معناتها بلدان معناها من المشتركين متاعنا من اللي هما معناها ما يعرفوش اللغه متاعنا، ذاك علاش نحاول باش نبسطها. لهنا عندي مغرفه بصل بودر. وتوا باش نكملو بمغرفه كركم. وهكا تكون هذيا الفاح متاعنا متاع الحوت. بيان سور باش نزيدوه الملح يستحفظ لنا على الفاح متاعنا. شوفوا ما شاء الله الالوان محلاها، الريحه اكثر واكثر. بالاخص راهي حاجه كي تبدا مخدومه دياري معناتها راهي تبدا حاجه طياره على الاخر على الاخر على الاخر. وهذايا كان بيان سور لازمنا نحلوه بالباهي بالكدا باش تخلط المكونات متاعنا الكلها. وهذايا الفاح متاع الحوت متاعنا. خدمنا فاح الدجاج، خدمنا فاح الحوت، وتوا باش نخدمو فاح متاع الخبز. اول حاجه هنا عندي حبه حلاوه تكون منقيه نظيفه، عرجتها شويه كيما تراو فيها. هذه حبه الحلاوه كيما تراو فيها حبه الحلاوه. ما نعرفش الحق في بلدان اخرى شنو يسميوها. عندي لهنا السينوج، راهو السينوج ماهوش حبه البركه، ريتوها ماهمش كيف. هنا عندي السينوج. عندي لهنا الجلجلين والا السمسم يكون نظيف ومعرج، لازم يتعرج معناها نقليوه نحاولوا نسخنوه شويه. لهنا عنا الجلجلين. وهوني زاد بيان سور المكون الاساسي هو البسباس. عنا البسباس. وباش نزيد معاه شويه فلفل اكحل، ماهوش برشا راهو مش كميه، واذا اختياري اذا كان واحد ما يحبش. اما راهو الفلفل الاكحل يعطينا بنه وريحه صدقوني بنه ما نحكي لكمش. هذايا هو فاح الخبز. انا ما نحطش فيه الشوفان. علاش ما نحطش فيه الشوفان؟ خاطر ساعات فما ديبات نخدموهم ما يسحقوا الناس الشوفان. دونك لهنا ماكش باش تقعد انت راهو هذايا الفاح هذا ما نستعملوش كان الخبز برك، راهو فما ديبات سالير معناها نفوح به الحق نتاع ربي. وبيان سور في رمضان تو تشوفوه معايا ان شاء الله في الوصفات في قداش من حاجه نجمو نستعملوه حتى في خبزه محشي. ما تجينيش زاده خبزه محشيه بالواحد معناها بالشوفان. ابسط المكونات صدقوني تعطيكم حاجه بنينه على الاخر. هذايا هو فاح الخبز متاعنا. توا باش نعملو الشابلور سبيسيال. انا لهنا هذايا الخبز شابلور اللي هو الخبز كيما تراو فيه. بيان سور سخنته بالكدا في الفور وبعديك ريحيتو. الحق ما نعملوش ارتب على الاخر باش معناها يعطينا كي نعملو سكالوب نعملو اي حاجه يعطينا اكل حاجه الكروستيونت يبدا يتقرمش يعطينا البنه اللي احنا نفركسو عليها. لهنا انا عندي الفاح. هذا الفاح متاع الخبز اللي هو هذا عندي شويه بصل ما يقدرش تر مغرفه متاع قهوه. عندي كيف ثوم
هنا عندي هذوما ريحيتهم الفحات، هذوما ريحيتهم اللي هو ريحيتهم مع بعضهم. عندنا بسباس، حبة حلاوة، سينوج وجلجلين وملح، نحطهم ونرحيوهم مع بعضهم. هذايا هو الفاح نتاع الشابلور سبيسيال نتاعنا. بيان سور باش نزيدو حاجة أخرى، اللي هو باش نزيدو كمية قليلة نتاع كليل وزعتر. هذايا كليل، نقولوا نحن ما يعادل معني حسب الكمية، اما ما تكثرش منها، يجينا فاوح كليل وزعتر. وباش نزيدو شوية كمية متاع ملح. علاش؟ خاطر نعرفوا اللي احنا الخبز متاعنا ديما معناتها بيان سور لازمك تستحفظ عليه في حاجة مسكرة. نزيدو حاجة قليلة متاع ملح، مش حاجة كبيرة معناها اللي يولي لنا مالح برشا. وهكا يكون الشابلور متاعنا كامل شامل مفوح. نودكم ولا نشهيكم عليها الريحة، صدقوني اعملوها وما تندموش، وبقدرة ربي يجيكم كل شيء فاوح بنين، حتى كي تاكل حويجة تاكلها مفوحة بنينة. هذايا الشابلور متاعنا، هذايا هو الشابلور متاعو، حتى لونه يتبدل. صدقوني ريحة 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 ما نحكي لكمش. راه كل حاجة واحد، ديما نقول لكم الحاجة راهي ديري وحدها، تبدا سخونة تقليها على كيفك، تقدها على كيفك، تبن لك وتعمل لك حاجة بنينة على الاخر. هكا نكونوا اليوم كملنا الفحات متاعنا. ان شاء الله يا ربي الوصفات تكون عجبتكم. بحاجات بسيطة نجموا نعملوا حويجات بنان ظراف يا رب العالمين. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير يا ربي، ويا ربي يرزق الناس الكل. ما بقى لي كان باش نقولكم تبقاو على خير، ونستنى لي جيم ولي كومونتير نتاعكم فرضا امرا وليس فرضا، سامحوني. يعطيكم الصحه. حيوتا نقول لها ربي فضلك وربي يشفيك ان شاء الله يا رب العالمين. وان شاء الله انت زاد نقول لها قناتك ان شاء الله بالتوفيق يا ربي، ومرحبا باللي زادونا الكلهم والمشتركين اللي دخلوا معنا جدد. ما بقى لي كان نقول لكم تبقاو على خير، واستناوني في تحضيرات جديدة من تحضيرات رمضان.